دقيقة واحدة. قبل 10 سنوات اهتم مجموعة من العلماء والأطباء والمهندسين في قضية البلد، رجال ونساء، فقاموا ورأوا وماذا فعلوا؟ نظروا أبرز ما يعاني منه البلد من مشكلات، فجعلوها في 14 بابا في الأنظمة واللوائح، في الدولة، في القضاء الشرعي وما فيه من إشكالات، في العلم، في الأسرة والمرأة، في المال والإدارة، في الاقتصاد والتنمية، في المجتمع ومؤسساته، في الأمن الفكري، الانتخابات والشورى، رسالة بلاد الحرمين تتميز بها عن غيرها، حقوق الإنسان الشرعية، الوطن والعلاقات الخارجية، الإعلام والثقافة، التربية والتعليم. فعرضوها ووجدوا في كل جهة ما هي أبرز الإشكالات. ماشي؟ جميل. ثم وضعوا حلول منطقية معقولة راعوا فيها واقع العصر وظروف العصر والمشكلات التي تواجه الدولة. كتبوها في هذه الوثيقة كيف؟ كما ترى، ووقعها 70 من العلماء ومن المهندسين من الأطباء ومن التجار. والمقصود ليش 70؟ حتى ما يصير بالمقصود بها، ولا كان يمكن يوقع 7000 أو أكثر. نعم. لاحظ؟ نعم. لكن المقصود ما مقصود الإثارة. ماذا فعلنا؟ هل أعلناها؟ لا. ذهبت أنا و5 معي من المشايخ لخادم الحرمين في جدة، ودخلنا مع الناس، طلبنا موعد خاص، ما أعطينا موعد خاص، أكون صادق معه، أنا صريح. دخلنا مع الناس، سلمنا على خادم الحرمين، قلنا تفضل، هذه موقعة وخاصة ولم تعلن، قال جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ووفقكم الله، وأخذها منا. هذا أعطيك إياها الله. انتظرنا سنة، بعد شهرين، شوف تاريخها متى، شوف آخر تاريخ عنه. هذه في 24 من شهر شعبان عام 1426. مخيش. شوف. نعم. هي وثيقة مرفوعة لخادم الحرمين الشريفين من عدد من العلماء المثقفين. طيب، في 20 تقريبا 18 رمضان يتصل بي الديوان الملكي، مسؤول كبير في الديوان الملكي، بعد شهر، بعد قرابة الشهر، نعم، قبل العشر الأواخر، قال نريد أن تأتي إلينا في جدة. قلت خلاص أنا جاي. جئت وقابلتهم، توقعت مهيئ النفسي أنه سيناقشوني في ماذا؟ فيما كتبتم، فيما كتبنا، أنتم قدمتم جزاكم الله خير، هل أعلنتوها ولا ما أعلنا؟ لم يعلم عنها أحد إلا من وقعها أبدا. فأفاجأ به يأتي ويقول لي بعد حديث جلسة معه في ليلة من ليالي رمضان في الديوان الملكي في جدة، قال تفضل مذكركم اللي أعطيته خادم الحرمين، تراه ما قراها ولن يقرأها وما شافها ولن يشوفها. قلت ليش ترجعها لنا؟ أنا ما أخذت منك أقولها، أنا معطيها خادم الحرمين. قال أنا أمثل خادم الحرمين وبإمكانك تكتب لخادم الحرمين تقول ترى فلان رجعها لي. قلت له ما يصير، وبدأت أتناقش أنا وياه. أخيرا بدأ يبدي ملاحظات، قلت له طيب أنا مستعد أعدل ملاحظات إذا كنت تقول ملاحظات أرسلها لك. قال أبد أرسلها معي واحد. أخذتها وأكملت ما قاله من باب أخي الكريم حل المشكلة، نرسلها مع شخص رفض يقبلها. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أنت متى؟ قال أبدا ولا نقبلها. بعد واسطة يقبلها، بعد أسبوع يرجعها، ما شاف أحد من الحرمين ولا نشوفها. طيب سكتنا، والله ما أعلنا. هذا كله 26 27 28 29 30 31. أخيرا لابد يا أخي الناس أكلونا، يقول أنتم متواطئون. قلنا هذه مذكرته، قمنا باختصار بس. طبعا لا أنسى أننا أعطيناه ولي العهد ووزير الداخلية رحمهم الله في وقته وأمير الرياض، كلهم أعطيناهم على نسخة، لكن ما فعلوا ذلك، ما رجعوه إلينا أولئك، لكن لم نجد أي تفاعل وسكتنا. مرة أخرى أيضا رحنا في، أقصد لا مرار نذهب إلى ولي الأمر، لكن ما نجد يا أخي الكريم استجابة. فرأينا من واجبنا الشرعي أن نتواصل مع ولاة الأمر ومع هيئة كبار العلماء، وأيضا نعلن مواقفنا، لأن المنهج الصحيح أن المنكر المعلن يجب أن يعلن الإنكار عليه. أبو سعيد الخدري يقول لمروان لما صعد للمنبر يريد أن يصلي قبل في العيد، قبل لما يخطب عفوا قبل أن يصلي، ذهب وهو أمام الناس من الحضور، أما صحابة ولا تابعين خير القرون، قال الصلاة قبل الخطبة يا مروان، قال ترك ما هنالك. ما قام واحد ينكر، بل قام آخر وأيد أبو سعيد، فقام أبو سعيد قال أما هذا فقد قضى ما عليه، قام بالواجب الشرعي عليه، ما حد أنكر عليه من السلف. وهناك من أنكر لما رفع الخطيب يديه، أنكر عليه رفع اليدين في غير الاستسقاء علاني أمام الناس. فالصحيح أن المنكر المعلن ينكر والسر يراح سر. والحديث الذي ورد عند ابن أبي عاصم يحمل في موقعه،
وفي مكانه. إذا أمكن دفع المنكر سرا فلندفعه سرا، وإذا ما أمكن إلا أن يدفع علانية فليدفع علانية. أما أقوال الناس، أما أصحاب باجتهاد أو بحسن نية أو بسوء نية، لا يهمنا هذا الكلام.